مو غلط ننطي للطرف الآخر فرصة ثانية. امتى نفرح بكم إن شاء الله؟ إن شاء الله قريبا. السنة الجديدة. بعد انتشار صور لقائهم في عيد ميلاد همسة ماجد، شهد الشمري تعلن عودة علاقتها مع طليقها فهد بعد موافقة الأهل. إيه؟ إنه الصورة سربت بطريقة كانوا مسوين شيء خطأ بايدين أو بايدين بوق بالضبط، أو مثلا لاطفينه بمكان كلش خاص، بالتالي هو أبو بناتي. وشوف عملية البناء مو مثل الهدم. الهدم يصير بلحظة، لكن البناء انك تعيد انك تعيد بناء اي قضية يحتاج وقت. واحنا انطينا، يعني انا قلت قبل شوية الجميع بالحياة يحتاج فرصة ثانية، لطالما ماكو خيانة بالموضوع فمو غلط ننطي للطرف الآخر فرصة ثانية، بالتالي ماكو إنسان ما يغلط والله يقدم البي خير. وأنا ذكرت من خلال سنابي، يعني إحنا لو باقين 10 سنوات نشتغل على نفسنا وعلى هاي العلاقة ما كان وصلنا للشعور اللي اليوم إحنا حاسين. عرفت؟ احنا الأمور كلها طيبة، بس بقى موضوع الأهل بعض القضايا، يعني بعض الأمور شوية نحط النقاط على الحروف أكثر، وحتى نتجنب الإشكالات اللي صارت وما نوقع بنفس الخطأ. نحتاج شوية وقت، مو هواي. بالإضافة للأهل. أكيد. يمتى نفرح بكم إن شاء الله؟ إن شاء الله قريبا. السنة الجديدة. بس لما الدنيا من طرف الأهل شوية، الأهل قلوبهم خشنت، يعني طبيعي هذا يصير. الله يريح قلوبهم إن شاء الله، وإن شاء الله تدخلون السنة الجديدة إن شاء الله. إن شاء الله. بعض. سنة حلوة عليكم جميعا. شكرا.